رائعة. نحن كنا نعارضه وكنا نريد أن كازيميرو يقوم عدم اللعب في الشوط الثاني ويندرك طبعا ساعد في العديد من الهجمات، أقام العديد من الهجمات التي صعقت الدفاع الياباني، لذلك البرازيل استطاع الهجوم بشكل قوي للغاية. اليابان لم يستطع العودة إلى الهجوم وهذا ساعد المنتخب البرازيلي. بالطبع المباراة كانت ذاهبة إلى الأشواط الإضافية، ولكن من خلال لعبة بين برونو جيمارايز ومارتينيلي جئنا بهدف المنتخب البرازيلي. نحن سعداء للغاية في البرازيل. كأس العالم بدون البرازيل هي أمر صعب للغاية. أنا سعيد كمشجع برازيلي، سعداء للغاية في بلادي، ولكن أقول بأن المنتخب الياباني كان رائعا وسبب لنا القلق اليوم. كثيرون من عشاق كرة القدم سعداء باستمرار البرازيل في كأس العالم. أكيد نتكلم عن منتخب كبير، أكثر منتخب فاز كأس العالم 5 ألقاب، فأكيد الكل يتمنون البرازيل أن تستمر وتستعيد أمجادها التي افتقدته في الفترة الماضية. أعتقد أن هذه المباراة ستكون الأصعب على المستوى البدني والالتزام التكتيكي بالنسبة لليابان الذي كان ملتزم من الدقيقة الأولى لآخر الدقائق باستثناء يمكن الثواني الأخيرة اللي يكون فيها متأخر بالنتيجة، فأراد أن يذهب للأمام. وهذه من أصعب المباريات، أن تواجه منتخب يدافع بشكل كبير ثم يتقدم عليك في النتيجة ويعود المستوى. لو أنك أنت تقدمت في النتيجة فستلزم خصمك بالخروج، هنا هو اللي يتقدم فيك في النتيجة، فهنا ستصبح المأمورية أصعب. أنا أعتقد أن في الشوط الثاني بالنسبة لأنشيلوتي لعب بأسلوب مغاير عما كان عليه في الشوط الأول. الشوط الأول بمعنى دائما فينيسيوس يدخل عمق الملعب مع كونيا، في الشوط الثاني يعني أصبح فينيسيوس ورايان يعني ملتزمين بمعنى بفتح الملعب، بفتح على الأطراف من أجل أن يخلقوا المساحات الموجودة. اندريك معنا بتغيير باكيتا وعادت كونيا إلى كبلاي بلاي ميكر، إضافة إلى صعود الأظهرة، والأظهرة تصعد إلى عمق الملعب إلى الداخل من أجل القيام بالعرضيات. وكانت العرضيات من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر يكاد يكون في البداية 12 دقيقة لعبة 10 دقائق واستطاع تعديل النتيجة عن طريق كازيميرو. هنا تغيرت يعني أكيد تعديل النتيجة، يمكن كانت في مخيلته أو بالقيام ببعض التغييرات، لكن بعد الهدف التعادل فأكيد أنه المدرب أصبح في سيناريوهات قادر نتحدث في المباراة، قادر ندخل للوقت الإضافي. لكن نجاح كذلك أنه فينيسيوس أضاع بعض الفرص، منها فرصة كان قادر تطمس الكرة بالقائم. ففينيسيوس كل ما يكون من خارج الملعب إلى الداخل كل ما يكون أخطر، لأنه لاعب سريع، لاعب مهاري وذكي كذلك. فشاهدنا البرازيل نوعا ما التي كانت معنا الأسلوب الذي عهدنا عليه، بمعنى أنه الأطراف تستعمل. راين كان نشيط على الطرف الأيمن، العرضيات كذلك لا ننسى عرضية دانييلو بالنسبة أعتقد كازيميرو الذي يهدرها، فأصبح متنوع. كذلك دخول مارتينيلي، وإن كان معنا كنا متفقين أن مارتينيلي لاعب سريع ولاعب رواق وليس باللاعب عنف، في الأخير أنه سجل هدف وأتى بالمطلوب بالنسبة للمدرب. كذا إذا منتخب البرازيل بات ثاني المتأهلين بعد منتخب كندا ينتظر المنتصر من كوت ديفوار والنرويج. أحلام اليابانيين تؤجل. كان منتخب اليابان فاز في كأس ماجد على البرازيل، ذلك لم يحدث على أرض الواقع. لقاء ثاني بين المنتخبين في كأس العالم في 2006 فازت البرازيل ب4 أهداف لهدف واحد، وفي 2026 بعد 20 عاما عاد المنتخبان ليتواجها وجها لوجه. اليابان أحرجت البرازيل أكثر، كانت أكثر قوة، كانت أكثر قربا من إقصاء البرازيل من كأس العالم، لكن لم يحدث لأن منتخب البرازيل تمكن من العودة ثم من تسجيل الهدف القاتل لمارتينيلي. مزيد هذا فاصل قصير. هم سعداء بهذه النتيجة 1-0، وهذه نتيجة خطرة للغاية. لرنا ما سيقوم به أنشيلوتي. الأفضلية في كل شيء بالأرقام للبرازيل، إلا الرقم الأهم هو هدف دون مقابل. هل في رأيك كانت كرة قدم قاسية على البرازيل أم كافأت اليابان على دخولها بفكرة واضحة بحثت منها؟ أنت سألتني في أول الاستوديو على مستوى الفوارق التي تكون وكيف تقليص الفوارق، فتقليص الفوارق قامت به اليابان في الشوط الأول على المستوى الفني 5-4-1، على المستوى التكتيكي الدفاع المتأخر نوعا ما من أجل جلب البرازيل، بمعنى من ذلك التفكير في ضربهم بكونتر اتاك الوحيد الذي سجل التسديدة الأولى على المرمى سجل بها هدف. لكن حقيقة بمعنى أن الانضباط كان ممتاز جدا على المستوى الدفاع الخماسي الموجود، 4 مدافعين ثم
المهاجم، ولما يستلم الكرة لديه كذلك الحلول. لما نتكلم عن كامادا وسانو لديهم الامكانيات بمعنى الاستحواذ وخروج كرة على طريق الطرف الايمن او ناكامورا على الطرف الايسر ودوان على الطرف الايمن. الفريق كامكانيات فنيه ليس بالسيء، لديه الامكانيات، لديه العقليه خاصه كازيميرو وباكيتا. لكن انا دائما لما اتكلم هذا يعني الفريق الياباني في عمليه التمركز، لاحق التمركز، هو انا نتكلم في نقطتين بالنسبه لمنتخب البرازيل. اكيد انه يستحوذ، والاستحواذ كبير 68 و70% بالنسبه للاستحواذ وتحريك الكره، لكن لابد ان يكون هنالك المجازفه للتمرير ما بين الخطوط بشكل اسرع، بمعنى الاستلام بين فينيسيوس او الى كونيا، لانه هو على مستوى الدفاع يدافع بال4-4-2 المنتخب البرازيلي، وفينيسيوس يدخل عمق الملعب مع كونيا. لكن على مستوى لاعبين وسط الميدان، هنا نتكلم على باكيتا وجيماريش، لابد ان يكون لديهم الجرأه كذلك لطلب الكره من بين الخطوط بشكل افضل. لاحظ تتكلم على هدف بيلينغهام او في عمليه بيلينغهام والتمريره اللي كان في التسجيل، يعني واجه منتخب يلعب الخماسي، ستشاهد انه بيلينغهام طلب في المساحه، فانت مطالب بمعنى لما الهجوم يحاول ان نتكلم على فينيسيوس وكونيا يستلم الكره، لابد ان يكون لاعب وسط ميدان التحرك في العمق، التحرك خلف المدافعين، هنا يكون لديك القدره على كسر هذا التكتل الدفاعي والاستلام بين الخطوط. فلا بد في الشوط الثاني الاستلام بين الخطوط والتمرير ما بين الخطوط بالنسبه لحامل الكره على المدافعين من اجل الاستلام، يا اما كسب فاول يا اما يكون لديه القدره للاستلام والدوران والمراوغه والتسديد، وهذا ما لم يكن وكان قليل في الشوط الاول بالنسبه للبرازيل. هل نحن على وشك ان نشاهد اسوأ وداع في التاريخ البرازيل من كاس العالم ام انشيلوتي ودكه انشيلوتي يمكن ان تصنع الفارق؟ محمد، لو فضلوا على المستوى اللي ظهروا بيه البرازيل اول 45 دقيقه خروج. البرازيل ما تخوفش يا كابتن محمد، لا لعب ما يخوفش، اللعب ده فرقه منظمه لازم يبقى فيه حلول فرديه وفيه رتم، في تدوير الكره من الشمال لليمين بسرعه، انما لا هي دي المساحات اللي بيبقى فيها خطوره لما الراجل فينيسيوس بيستلم. فين المناطق اللي يقدر يخترق فيها البرازيل يا محمد؟ على الجناب. هو السيناريو المثالي ان تسجل البرازيل هدف مبكر وهذا لم يحدث. بس لازم تغييرات بين الشوطين، اولا تغيير في نص الملعب كازيميرو وحط فابينيو، جيب بقى اندريك ولا تياجو في عمق الملعب عشان يبقى فيه ليك عمق هجومي تقدر تشتغل عليه، وسلم فينيسيوس مناطق استلامه للكره تبقى في العمق شويه، يعني يبدا من بره ناحيه الشمال ويخش بين الخطوط وعينين لعيبه نص الملعب تبقى عليه. مارتينيلي ممكن يشتغل ناحيه اليمين، مناطق استلام فينيسيوس تبقى مختلفه وتبقى قريبه من العمق، تدوير الكره من الشمال لليمين بيبقى بسرعه اسرع، ايوه عمق هجومي فابينيو في نص الملعب، ممكن دي ترجع البرازيل للمباراه. فصل قصير نعود بعده مشاهدينا الاعزاء باذن الله تعالى، تكرموا.